يا اسطى ارسنال تعثر 3 مباريات في الدوري ونحتاج نساعده لتحقيق الدوري. ان شاء الله يا حبيبي بعد الفيديو ده هيكسب المباريات كلها وهياخد الدوري. ارسنال 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 ارسنال. السلام عليكم اعزائي الفضائيين. مانشستر سيتي رغم التعادلات والخسائر الكتير اللي حصلت في الدوري ده، رسميا بيب جوارديولا بيتوج بالدوري الانجليزي لهذا العام. انزل تحت في الكومنت صلي على النبي واعمل لايك للفيديو ويلا بينا نبدا الحلقه. خلاص يا بيه كده رسميا وبشكل نهائي مانشستر سيتي بيتوج بالدوري الانجليزي الممتاز، حتى لو لسه فاضل 3 جولات، جولتين، 5 جولات يا سيدي، ولكن ارسنال بيضيع الدوري بطريقه كلها استهتار واستهبال. تعالى كده اما نشوف ارسنال ازاي ضيع الدوري في الفتره اللي فاتت دي، او خلينا نقول يعني في اخر 6-7 جولات. طبعا كده هتظهر قدامك الشاشه اللي فيها برنامج 365 سكورز، وفيها بقى يا باشا كل البهدله اللي حصلت. خلينا نبدا منين؟ نبدا من اول مباراه ليفربول مع ارسنال اللي خلصت بنتيجه 2-2، واللي كان فيها كمان في المباراه ارسنال جايب هدفين وليفربول مضيع ضربة جزاء عن طريق محمد صلاح. يعني خلي بالك محمد صلاح لو كان جاب ضربة الجزاء دي صباح الفل بقى، ممكن كانت تفتح عادي، او ممكن بعد التالت بتاع فيرمينو في اخر دقيقة يجيبوا جول. المهم يعني كانت نتيجة المباراة دي ممكن تخلص اكتر من 2. نخش على المباراة اللي بعدها، وخلي بالك نقطة سلبية في المباراة دي برضو ان ليفربول بيدخل هدفين في نادي ارسنال. خش على مباراة ويست هام. ويست هام السنة دي اساسا الدنيا معاه مش متظبطة، يعني هو السنة دي مش ألطف حاجة خالص، والدنيا معاه فلتة، وحتى بن رحمة مش ألطف حاجة، حتى أنطونيو اللي كان رائع ومن الهدافين بتوع الموسم اللي فات ما كانش أحسن حاجة السنة دي. وبتيجي عندك معضلة جديدة وهي ضربة جزاء ضايعة من بوكايو ساكا، ووقتها نزلت فيديو لو ما شفتوش هسيبهولك في الآي اللي هنا أو اللي هنا. قلت ساعتها هل ضربة الجزاء دي ممكن تضيع الدوري؟ وفعلا اللي حسبته لقيته 2-2 مع ويست هام و3-3 مع ساوثهامبتون، وبدأ أرسنال دفاعه يبقى دفاع هش ويدخل على المباراة اللي رسميا بيضيع فيها الدوري الانجليزي، مباراته مع مانشستر سيتي اللي خلصت بنتيجة كارثية 4 أهداف مقابل هدف. وبعدها بقى خلاص هتكسب تشيلسي، تكسب نيوكاسل، جاء النهاردة بتخسر قدام برايتون الانجليزي. برايتون اللي عامل أداء بصراحة أكتر من رائع السنة دي، حاجة محترمة جدا مع المدير الفني الرائع ديزيربي اللي جه مكان جرام بوتر اللي اتخدعوا فيه تشيلسي، او بلاش اتخدعوا فيه، خلينا نقول ان هم ظلموا توماس توخيل. وبرضه قلت لك ان لعنة توماس توخيل على تشيلسي ستظل بائتة حتى النهاية. تشيلسي دلوقتي في المركز ال11، فولهام في المركز العاشر، ونيوكاسل في الثالث، وارسنال بيضيع الدوري. وزي ما شفت كده على الشاشة ارسنال تفنن في ضياع الدوري السنة دي، وكارثة كارثة كبيرة جدا ان انت ضيعت الدوري الاوروبي عشان تركز في الدوري الانجليزي، وفي الاخر برضه بتضيع الدوري الانجليزي. وللاسف مشروع ارسنال السنة دي اللي كان مكتوب له النجاح بكل المقاييس بيفشل. والى هنا اعزائي الفضائيين في كل مكان بتنتهي حلقة النهاردة، الحلقة الخاصة بخسارة ارسنال للدوري الانجليزي السنة دي. اكتب لنا في الكومنتس رايك في الحلقة، واكتب لنا كمان توقعك ايه لمباراة دوري الابطال اللي جاية ما بين مانشستر سيتي وريال مدريد، وهل السيتي هيفوز بالدوري الانجليزي مع دوري الابطال السنه دي، ولا بيب جوارديولا سيعجز عن فعل ذلك؟ دمتم في امان الله، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتصلوا على النبي، ولو انتم مش مشتركين في القناه تشتركوا وتشغلوا التنبيهات عشان اي حاجه جديده ننزلها يجيلكم بيها اشعار. واخيرا سلام عليكم.